ده عليا بابا وقال لي تعالي علشان الأستاذ أشرف وأخوكي عايزينك في موضوع مهم. قلت حاضر يا بابا ورحت على البلكونة. الأستاذ أشرف قال لي عاملة ايه دلوقتي يا سارة؟ بصيت له قلت له الحمد لله كويسة. رد عليا وقال لي أنا أنكل حكالي كتير عنك وعرفت إنك ما كملتيش تعليمك. قلت له مش عايزة أكمل. رد رد الأستاذ أشرف وقال لي سارة انت لازم تكوني أقوى من كده. انت لسه صغيرة وفي حاجات كتير أوي ما تعرفهاش، ولازم تتعلمي وتصنعي ليكي كيان وتربي بناتك وتعلميهم صح وتكوني قوية علشان تكوني قدوة ليهم. رديت عليه وقلت له انا كل ما احس اني بقيت قوية تيجي حاجة تكسرني اكتر من قبل. رد الاستاذ اشرف وقال لي دي طاقة سلبية، لازم تتحملي فوق من اللي انت فيه. الدنيا ما بتقفش عند حد. رد اخويا وقال لي يا ساره احنا عايزينك تبقي بنت قويه، ما ينفعش تكوني ضعيفه، لازم تدافع عن نفسك بنفسك وما تسمحيش لحد يأذيكي. رديت وقلت انا مش قادره اعمل اي حاجه. رد الاستاذ اشرف وقال لا قادره، انا قدمت ليكي في الثانويه وهتمتحني السنه دي ولازم تذاكري كويس ومن هنا هتبدأ حياتك. حبيت كتير اهتمام الأستاذ أشرف بيا وإنه بيديني ثقة في نفسي، بس في نفس الوقت أقنعت نفسي إني مش هتعلق بحد خالص. وجود أهلي معايا واهتمامهم بيا ده الشيء الوحيد اللي أنا عايزاه دلوقتي. بعد شوية كانت الدنيا ليل، دخلت الشقة واتصدمت من اللي قدامي. شفت قدامي بنتي المتوفية، جريت عليها وحضنتها. انت ساره بدموعي يا بنتي، ما انت كنت كويسه، جرالك ايه تاني؟ قلت بصي يا طنط بنتي عايشه ما ماتتش، ما حصلهاش حاجه اهي قدامك اهي. ردت عليا بنتي التوأم وهي مخضوضة وقالت لي في ايه يا ماما؟ بصيت ليها بصدمة وقلت بدموع وخيبة وقلت لها انا اسفة ما تخافيش. رد الأستاذ أشرف وقال ما احنا كنا كويسين، مالك يا سارة؟ تقبلي الواقع أرجوكي. قلت بعياط مش قادرة والله العظيم مش قادرة، واترميت بحضنه بدون وعي. طنط سارة وأخويا بصوا لبعض بصدمة. أستاذ أشرف اتجمد مش عارف يعمل ايه، وأنا معرفتش ازاي عملت كده. أول ما حسيت بنفسي على طول بعدت عنه فورا. جه أخويا وحضني وقال له معلش يا أستاذ أشرف، سارة مش قصدها، هي تعبانة شوية. الأستاذ أشرف لا أبدا مفيش مشكلة، المهم ترتاح وتبقى كويسة. لقيت طنط سارة شايلة بنتي الصغيرة، أخدت منها بنتي ومسكت ايد بنتي التانية التوأم ودخلت اوضتي. لي بنتي مامي انت ليه مش بتلعبي معايا انا واختي؟ قلت لها معلش يا حبيبتي انا كنت تعبانه شويه. ردت بنتي وقالت تيتا ساره كل يوم بتودينا عند طنط عبير نلعب مع ابنها. قلت لها حلو كويس قوي يا حبيبتي، تعالي نغير هدومنا وننام. ردت بنتي بفرح هننام عندك النهارده يا مامي؟ قلت لها بابتسامه ووجع يا حبيبتي. كل ما ابص في وشها بفتكر بنتي اللي توفت، نسخة طبق الاصل منها لانهم كانوا توأم. كل يوم بلوم نفسي اكتر من اللي قبله، انا ام فاشلة ما قدرتش احافظ على بنتي، كان لازم اهتم بيها اكتر من كده. بس بسبب ضعف شخصيتي وتحكم حسين فيا ضيعتها من ايدي. قطعت عهد على نفسي هعمل المستحيل علشان بناتي الاتنين يبقوا احسن حال واعيشهم احسن عيشة واخليهم فخورين بيا. نيمت بنتي الصغيرة في حضني من جهة وبنتي التوأم من جهة التانية، وبقيت ابص لها واتخيل اختها اللي توفت. بقيت ابص ليها وبشوفها اختها بالظبط، مش قادرة استحمل فكرة فراق قطعة من قلبي. مش قادرة اتخيل ان بنتي المشاغبة اللي كل يوم تدمر حاجة وصوتها مالي البيت ما بقتش موجودة معايا. مش هزعق ليها تاني، مش هقول لها كفاية كده اقعدي زي اختك، مش هجري وراها علشان اكلها. نمت وانا دموعي على خدي وصحيت على صوت بنتي بتقولي صباح الخير يا مامي يلا قومي صلي الفجر. قلت بابتسامة انت ايه اللي صحاكي؟ ردت وقالت لازم اروح الحضانة. قلت لها مشيت بنتي للحضانة وقفت عند الشباك وسرحت في الشهور اللي فاتت اللي بعدت فيها عن بناتي وما بقتش اهتم بيهم. لازم اكون اقوى من كده واساعد بناتي واعلمهم واربيهم احسن تربية. وبنتي اللي توفت ربنا هيجمعني بيها في الآخرة، أكيد هي بمكان أحسن من هنا، مفيش قهر ولا زعل، أكيد هتكون مرتاحة أحسن ما تعيش من غير أب هنا. بعد شوية الباب خبط وقمت فتحت لقيته الأستاذ أشرف. قال لي الأستاذ أشرف ازيك يا سارة؟ قلت له كويسة وانت عامل ايه؟ رد وقال لي الحمد لله، بصي انا جبتلك الكتب دول تذاكريهم كويس قبل ما الامتحانات تبتدي، لازم تفهمي المنهج وان احتجتيني في حاجة كلميني. كمان انا كلمت اكتر من مدرس خصوصي علشانك. لما سمعت مدرس خصوصي افتكرت حسين وشلت الفكرة من دماغي بسرعة وقلت لا ارجوك بلاش مدرسين، انا ان احتجت حاجة هفتح على اليوتيوب. رد الأستاذ أشرف باستغراب قال لي تمام خلاص اعملي اللي انت عايزاه. أخدت الكتب منه وأخدت نظرة سريعة. طنط سارة ايه ده؟ قلت لها كتب ثانوية عامة. ردت بابتسامة وقالت طيب كويس، خطوة مهمة، أخيرا رجعت لدراستك.
قلت لها اه الحمد لله. قالت لي استاذ اشرف شاب محترم وكويس، صعب تلاقي زي اليومين دول. قلت لها اه انا هروح اخد فكره عن المنهج. ردت طنط ساره وقالت لي يا بنت ما تتهربيش، الواد حلو ومحترم وباين عليه معجب بيك ومهتم بامرك. قلت ببرود طنط ارجوكي بلاش تفتحي معايا المواضيع دي، انا عايزه افضل لبناتي واربيهم وعايزه ادرس ومش عايزه رجاله تانية في حياتي. ردت طنط ساره وقالت لي يا بنتي، قطعتها وقلت لها ارجوك يا طنط كفايه. ردت عليا وقالت لي ماشي يا حبيبتي ركزي بدروسك دلوقتي. قعدت اذاكر بالكتب واحاول افهم على قد ما اقدر، وكل شويه كنت اقوم اطمن على بنتي واكلتها ونيمتها وبعدين رجعت اذاكر تاني. حسيت اني مبسوطه بالمذاكره وفرحت بوجود بنتي جنبي على السرير. كل ما اوقف مذاكره ابص ليها، ملامحها بريئه قوي نايمه زي الملايكه. تليفوني رن، قمت مسكته وفتحت الخط. قلت الو. المتصل وقال لي ايه مش فاكراني؟ قلت باستغراب مين معايا؟ المتصل انا هالة يا ساره. قلت ببرود عايزه ايه؟ بتتصلي ليه؟ مش خربتي بيتي؟ روحي بقى دوري على بيت تاني تخربيه وفكك مني. ردت هالة وقالت الكلام ده مش مهم حاليا، المهم اني عايزه اعزي المهم اني عايزه اعزيكي بموت بنتك. بتريقه سعيكم مشكور يا ستي، كمان عايزه ابارك لك انا كمان بطلاق، وان شاء الله اخر الافراح عليكي. ردت هالة سارة ما تتريقيش أرجوكي، أنا عندي كلام مهم عايزة أقوله لك. قلت مفيش بيني وبينك كلام يا هالة، والماضي أنا قفلته. هالة يا سارة والله أنا كنت ضحية، والله ما عمة هددتني هتفضحني لو ما اتجوزتش حسين. مرات عمي بتكرهك قوي وعملت كل ده علشان تخرجك من حياة ابنها، وبعد ما وصلت للي هي عايزاه قالت لحسين كل حاجة عني، وهو ما أثرش فيا وطلقني بعدها. قلت مهما قلتي وعملتي يا هلا انا لا يمكن اصدقك، والكلام ده روحي اضحكي فيه على حد تاني. ردت هلا بعياط ارجوكي يا ندى انا محتاجاكي جنبي وعايزاكي ترجعي صاحبتي، ارجوكي صدقيني انا ماليش ذنب. قلت اسفه يا هاله، انت بعتيني بالاول وانا دلوقتي مش عايزاكي بحياتي، حتى لو كان كلامك صح انت خنتي ثقتي فيكي. فضلت هاله تعيط. ساعتها انا حسيت ببرود رهيب جوايا وقفلت السكه بوشها. حاسه اني بقيتش ازعل على حد بسرعه تاني، اصل انا عارفه هاله وعمايلها وعارفه انها ممكن تكذب وتخلق الف عذر علشان توصل للي هي عاوزاه. هنا حسيت اني فعلا بدات اتغير. كنت مبسوطه اني ما ضعفتش تاني. بعد شويه رجعت بنتي من الحضانه وكنت مبسوطه قوي لانها بتخرج وبتشوف الناس. قلت لها نفسك في ايه النهارده يا حبيبتي؟ قالت لي نروح الملاهي. قالت لي ارجوك يا مامي خلينا نروح الملاهي. ردت طنط ساره خلاص هقول لجده كلنا نروح مع بعض. فرحت من قلبي لما شفت قد ايه هي سعيدة، واتمنيت لو كانت اختها التوأم موجودة، ودموعي ساعتها خانتني ونزلت على خدي. طنط سارة حست باللي جوايا وقالت لي معلش يا بنتي هي عند ربنا هتكون مرتاحة اكتر من هنا. دخلت اوضتي وفضلت اذاكر على قد ما اقدر، وكانت بنتي الصغيرة صحيت وبتلعب بالالوان. حسيت ان انا بجد بستمد القوة والسعادة منهم، دول احلى حاجة بحياتي. جه بابا من بره وطنط ساره قالت له على ان بنتي عايزه تروح الملاهي، وقال لها خلاص جهزي البنات علشان هيروح الملاهي. فرحت بنتي قوي وقالت هي هنروح الملاهي مع جده. رد بابا وقال لا يا حبيبتي هخلي عمو اشرف ياخدكم، انا تعبان مش هقدر اروح. اتصدمت وعرفت ان ده مخطط طنط ساره علشان اقضي وقت اكتر مع الاستاذ اشرف. رحنا انا والاستاذ اشرف والبنات للملاهي، كانت شبه فاضيه علشان كده كنت مرتاحه. كنت ببص على بنتي والاستاذ اشرف وهو بيلعبها على المراجيح، كانت مبسوطه قوي معاه. حسيت انه حنون عليها اكتر من باباها الحقيقي، ما انا مجربه الاحساس ده قبل كده لان طنط ساره كانت احن عليا من امي الحقيقيه. قضينا وقت جميل قوي في الملاهي. بعد كده روحنا وبدات انيم اولادي ونمت جنبهم، وشفت حاجه غريبه قوي في المنام وقمت مفزوعه. رحت بصيت لوشي بالمرايه، شفت نفسي مع بنتي المتوفيه وهي في المستشفى بتتعالج. بصيت للمرايه باستغراب وخوف، مسكت دماغي كان بيوجعني قوي. طلعت من الاوضه ورحت على البلكونه، بصيت للشارع شفت بنتي بالكفن. بقيت ببص حواليا لقيت نفسي بفتكر يوم وفاة بنتي وازاي عشت من غيرها 6 شهور. فجأة افتكرت كل اللي حصل، كل دي ذكريات انا ما كنتش واعية ليها. قربت من سور البلكونة ومسكت فيه جامد وكنت ببص لتحت. فجأة ايد مسكتني من ورا، لقيته بابا ورد عليا بزعيق بيقول لي بتعملي ايه يا سارة؟ وطنط سارة لقيتها بتقول بخضة انت بتعملي ايه؟ حرام عليكي نفسك. بابا انت بجد كنت ناوية تعملي كده في نفسك؟ قلت له بهدوء ودموع لا يا بابا انا مش مجنونة، انا افتكرت كل حاجة حصلت لبنتي من يوم ما عرفنا بمرضها. بابا بص لطنط سارة وقال يعني انت دلوقتي تقبلت الواقع؟
قلت وانا دموعي في عينيا: ده قدر يا بابا وانا راضيه بامر ربنا، مش هزعل تاني وهرجع بنتك اللي انت عارفها. بابا بفرحه: بجد يا ساره هترجع طوعيه؟ قلت له وانا بحضنه: طبعا يا بابا، الشده بتعلم وانا اتعلمت ابقى قويه. مرت ايام واسابيع وانا وبناتي حالنا بيتصلح اكتر، ركزت على مذاكرتي وقدرت اخلص مواد كتير. بابا كان بيذاكر لي المواد الصعبه، وعلاقتي باشرف بقت قويه، بقينا اصحاب وبنخرج مع بعض كتير. في يوم كنت قاعده على البلكونه مع الاستاذ اشرف وبناتي كانوا بيلعبوا، لقيت الأستاذ أشرف بيقول لي: سارة، وراح ساكت. استغربت وقلت له: إيه؟ رد الأستاذ أشرف وقال لي: بصي أنا متوتر ومش عارف أتكلم. رديته وقلت له: مالك يا ابني، في إيه؟ رد عليا وقال لي: بصي من الآخر أنا بحبك وعايزة أتجوزك. فتحت بقي بصدمة ومعرفتش أقول إيه عليا، وقال لي: بصي أنا هديكي مهلة تفكري، إحنا نعمل خطوبة الأول فترة كده، وبعد ما تمتحني وتنجحي بإذن الله نتجوز. قلت وأنا برضو مصدومة: أشرف، مش معنى إننا قربنا من بعض وبقينا أصحاب يعني خلاص نتجوز؟ أنا مش مستعدة أكرر نفس الغلط تاني، أنا دلوقتي حياتي البنات ولدراستي بس. رد أشرف وقال لي: يا سارة هتفضلي قافلة على نفسك يعني؟ قال لي: يا سارة هتفضلي قافلة على نفسك يعني؟ وإن وإن كان على البنات أنا هحطهم بعناية، وإنك تكملي تعليمك شرطي قبل ما يكون شرطك أنت. قلت خلاص سيبني أفكر. قال لي: ماشي ماشي يا سارة، فكري، وعلى فكرة عمي عارف بالموضوع وأنا كلمته قبل كده. أخدت البنات ورحت الأوضة وأنا حرفيا مصدومة ومتضايقة قوي. طول الفترة اللي فاتت أنا وأشرف قربنا من بعض كأصحاب، وأنا مش متقبلة فكرة الجواز تاني، مش حاسة بأي حاجة تجاه أشرف. مرت ايام وطنط ساره فضلت تزن وتزن عليا علشان اوافق على الخطوبه، وبابا كان مقتنع باشرف جدا وكان بيحاول يقنعني. بعد تفكير عميق قررت اوافق بس بشروطي. اول مره اتجوزت عن حب، طبعا حب مراهقه وكده، وبابا ما كانش مقتنع بيه وفشلت، لكن يمكن لو سمعت كلام بابا وطنط ساره تبقى حياتي احسن، على الاقل هم عارفين مصلحتي ومش ناويين يؤذوني. رحت قعدت مع بابا. رد بابا وقال لي: هي هنقولك مبروك اللي انت شايفه يا بابا، بس انا عندي شروط. بابا ما تشيليش الهم، اشرف موافق على كل شروطك والبنات هيبقوا معاكم وهتتعلمي احسن تعليم. قلت: بس انا عندي شرط اهم. بابا باستغراب: ايه هو يا بنتي؟ قلت: انا مش هعمل لا خطوبه ولا فرح، وكمان الخطوبه هتكون بعد الامتحانات وهتكون بينا وبسيطه قوي، وكمان كاتب الكتاب بعد ثانويه بنتي. بابا: ليه كده يا ساره؟ ما تخلي الخطوبه اليومين دول على الاقل، وبعدين الحي يبقى من الميت يعني، افرحي وعيشي شبابك. قلت له: يا بابا انا قلت اللي عندي، بعدين انا ما اعرفش حاجه عن حياه اشرف الخاصه ابدا، لا ان كان متجوز ولا مطلق. رد بابا وقال: يا بنتي اشرف لا متجوز ولا مطلق، هو اعزب يا بنتي، وانت اول ست بحياته، واهله ناس محترمين. انا سالت عليه، قلت بصدمه: ما دام هو اعزب ليه يتجوز ست مطلقه ومعاها عيال؟ بابا بعصبيه: ما تبطلي تخلف انت كمان، وايه يعني اتطلقتي خلاص مالكيش مستقبل؟ اعقلي وفكري كويس، انت تستاهلي تكوني سعيده مع راجل يقدرك ويحترمك. قلت لبابا: بلغ الاستاذ اشرف بشروطي، وان كان موافق كان به، لو ما وافقش هو حر. رحت لاوضتي وقعدت مع البنات، فضلت افكر وما قدرتش اوقف تفكير، حاسه ان في حاجه غلط، حاسه ان قراري غلط، بس كنت بصبر نفسي وبقول اهلي اضرب مصلحتي. بلغ اشرف الشروط بتاعتي، واشرف وافق من غير نقاش، وده خلاني احس قد ايه هو مهتم بيا. وبصراحه اتبسطت لان الاهتمام حلو قوي حتى لو مش الشخص اللي انت عايزاه. هي موبايلي رن، قمت رديت لقيت المتصل هبه كانت بتعيط وخايفه قوي. قلت في فزع: ايه مالك يا بنتي، في ايه؟ هبه بعياط قالت لي: هاله هاله يا ندى. قلت بخوف: مالها؟ هبه بانهيار قالت لي: لقوها في شقتها ومخلصه على نفسها. قلت بخوف وصدمه: انت بتقولي ايه؟ ردت هبه وبخوف وقالت لي: لو تعرفي كمان اللي حصل لها. رديت عليها بصدمه وقلت لها: ايه اللي حصل لها تاني؟ قالت لي: في صوره منتشره ليها على الفيسبوك وهي من غير ملابس، واهلها كانوا عايزين يخلصوا عليها. قلت برعب: انت بتقولي ايه؟ مين اللي عمل فيها كده؟ ردت هبه بصدمه: مش عارفه، البوليس جم وقفلوا شقتها علشان التحقيقات، انا خايفه قوي. طب فهميني، هي خلاص يعني توفت؟ ردت هبه وقالت لي: بقول لك خلصت على نفسها يعني اكيد خلاص توفت دلوقتي، هي بالمشرحه. قلت وانا مش قادره اقف من الصدمه: فين العزا؟ ردت هبه وقالت: في بيت عمها اهل حسين. قلت طيب يلا البسي وتعالي نروح نعزيهم. ردت هبه عليا وقالت لي: دي كانت ضرتك يا ساره. قلت وايا كان هي برضو في الاخر كانت صاحبتي. ردت عليا هبه قالت: خلاص انا هلبس وجايه على طول. رحت قلت لبابا واستأذنت منه، وبابا وافق على طول. وقلت وانا بعيط: انا ليه بيحصل لي كده؟ رد بابا وقال لي: احنا قلنا هنكون اقوى من كده يا ساره. قلت وانا بعيط: يا بابا هلا خسرت الدنيا بعمايلها وخسرت الاخره، ربنا يسامحها. رد بابا عليا وقال لي: ادعي لها بالرحمه وقومي نعزي اهل حسين، ده واجب برضه يا بنتي. قلت له: يلا يا بابا. رحت وسبت البنات عند طنط ساره. طول الوقت بفكر مفيش حد يعرف سر هالة غيري، جايز تكون قالت لحد تاني. زعلت قوي وما بقتش مصدقه ان هالة ممكن تعمل كده. دخلت بيت اهل حسين وحسيت كاني في بيتي. رحت وعزيت الستات، سمعت كلام بالطالع وبالنازل بس ما اهتمتش خالص. رحت لمامة حسين اعزيها، كانت عامله نفسها مش واعيه لحاجه ومغمى عليها وبتعيط، بس انا علشان بقالي سنين عارفاها كنت عارفه انها بتمثل، وكل ده كده. حضنتني اختي حسين الكبيره وعيطت بحضن جامد، وبقت تقول بصوت عالي:
حقك رجالك يا ساره، والله اللي حصل ده بسبب اللي عملته فيكي، وانا كنت بغمز لها تسكت وحاولت كتير معاها، لكن كل الستات اللي كانت قاعده بداوا يتكلموا على هاله، وانا بسمع كلامهم والستات عاملين يعلوا بصوتهم. جت واحده وقفت جنبي وقالت ربنا قادر على كل شيء وخلص لك حقك. بصيت ليها بصدمه وقلت بصراخ بس اسكتوا خالص، لا الحي بترحموه ولا الميت بتترحموا عليه، انتوا ايه قلبكم ده ايه حجر ما بتحسوش؟ البنت بقت بايدين ربنا، ما تدعوا لها ان ربنا يرحمها ويغفر لها، عمالين تتكلموا عليها يا ناس حرام عليكم. وبدات اعيط بهستيريا. وابن اختي حسين اللي هي كانت زي اختي بالظبط. مرت الايام الثلاثه كنت تعبانه وزعلانه على هبه، بس انا اقتنعت ان الزعل عمره ما هيفيد وما هيرجع اللي راح، وقلت اذاكر احسن. وفي يوم جالي اتصال من اخت حسين وقالت لي انها نفسها قوي تشوف البنات، لبست البنات ووديتهم مع السواق وبقوا يوم كامل هناك، وانا كل شويه كنت اطمن عليهم من اخت حسين. كانت الامتحانات قربت خلاص، واشرف كان مهتم بيا قوي وعلى طول بياخد البنات يخرجهم علشان اقدر اذاكر براحتي. مرت الايام وخلصت امتحانات، والنهار اليوم اللي كانت هتطلع فيه النتيجه، كنت قاعده مع بابا وطنط شويه، لقيت اخويا وعياله جايين. قال لي عامله ايه يا ساره؟ قلت له وحشني قوي يا حبيبي، انا كويسه الحمد لله. ردت مرات اخويا وقالت لي بقول لك يا ساره، انت لو نجحتي احنا هنروح الصعيد وهنعمل لك هناك وهنجوزك هناك اشرف. بصيت لها وعيوني مفتوحه وبصيت لاشرف وابتسمت بفتور وقلت انت بتقولي ايه يا حبيبتي؟ انا مش هعمل حفلات ومش هتجوز الا بعد ثانويه بنتي، وعلى فكره انا لسه ما اتخطبتش. ردت وقالت ليه كده بس؟ ده الجواز حلو قوي، حتى اسالي اخوكي. رد اخويا وقال لي انجحي انت الاول وبعدها انا اعمل لك اللي انت عايزاه. بعد شويه كنت قاعده وانا مستنيه على نار وخايفه قوي لحسن ما انجحش، خايفه اهز ثقتهم بيا، بس اشرف كان مطمني. بعد شويه لقيت اشرف بيصرخ وبيقول لي ساره ساره النتيجه ظهرت. قلت وانا قلبي مقبوض ايه؟ رد اشرف بفرحه نجحتي. انا من فرحتي حضنته وهو حضني المره دي. بعد شويه اتكسفت او بابا ضحك وحضني وقال لي عيب كده يا ساره، ما انتوا لو اتجوزتوا من ساعتها كنا قلنا ماشي. قلت بكسوف اسفه يا بابا. فرحت قوي قوي وشفت الفرحه والفخر بعيون اهلي. قررنا نروح كلنا للصعيد علشان اهلي هناك يباركولي. رحت الصعيد واخدت البنات معايا وقعدنا كام يوم هناك، اتبسطنا قوي وبعدها رجعنا. بعد فترة كانت خطوبتي أنا وأشرف، طول الخطوبة وأنا قلبي مش مرتاح وحاسة إني مش مبسوطة. مامة أشرف بطريقة نورتي يا عروسة، مش العروسة برضو؟ بصيت ليها وقلت لها أيوة أنا العروسة. ردت أخت أشرف وقالت هي دي اللي حارب الدنيا علشانها. وبدت تتوشوش هي ومامتها، وأنا كنت سامعة كلامهم بس ما اهتمتش خالص. بعد شوية لبسنا الدبل، أشرف كان مبسوط قوي وطاير عقله عكسي تماما، كنت مرعوبة وخايفة وحاسة إني مش مرتاحة خالص. لقيت مامة أشرف بتقول لطنط سارة مش شايفاها صعبة يا مدام سارة إنك تربي بنتين صغيرين لوحدك؟ ردت طنط سارة وقالت لا أنا مش فاهمة. ردت مامة أشرف وقالت قصدي بعد ما يتجوز ابن الباشمهندس أشرف من سارة بنت جوزك أنت هتربي بناتها لوحدك؟ بصيت ليها باستغراب، كانت بتتلكك على الكلام وكأنها بتعلي ابنها عليا، وكمان مش عايزين اخد بناتي معايا. قلت بغرور واضح وبدون ما ابص لها ابنك يا طنط عارف شروطي كويس قبل ما يطلبني، وانا هاخد بناتي معايا وهربيهم. مامة اشرف بزعيق انت بتقولي ايه؟ انا لا يمكن اسمح بكده. اشرف وبابا على صوتها اشرف في ايه يا ماما؟ مامته قالت له انا مش هقبل بالمهزله دي خالص، وحملت نفسها وراحت وكذلك بنتها وباقي عيلتها. اشرف انا اسف يا عمي، انا اسف يا ساره، انا هتكلم معاهم. قلت بعصبيه انا شروطي كانت واضحه يا اشرف. مسك اشرف ايدي وقال لي معلش يا حبيبتي كل حاجه هتبقى كويس. بصيت ليه وابتسمت، وبعدها رحت نيمت البنات ونمت انا كمان. مرت ايام وشهور وانا واشرف على طول مع بعض وبنخرج انا وهو والبنات. وقدم لي على كليه، قررت ادرس تجميل والعنايه بالبشره، حسيت مناسب ليا قوي. في الوقت ده قضيه هاله اتقفلت عند القانون، لكن عند الناس ما اتقفلتش، فضلوا يتكلموا عليها كتير قوي، دي اكتر حاجه كانت مضايقاني. النهارده الذكرى السنويه لوفاه بنتي، رحت على قبرها وزرتها واخدت البنات معايا. بنتي التوأم عيطت كتير قوي وانا عيطت معاها. بعد وقت اشرف روحنا البيت وانا ما كنتش قادره افتح عينيا من الدموع. ندى حضنتني وقعدت تطبطب عليا، وحتى ماما الفتره اللي فاتت بقت تكلمني كتير وتطمن عليا. كل اهلي وقفوا معايا سواء اللي هنا او اللي في الصعيد. ومن هنا اتعلمت ان الاهل هم العزوه والسند، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في الدنيا كلها. كنت بتمنى ان بناتي يبقى في حد في ظهرهم ويقف جنبهم، لكن حسين واهله مش سائلين فيهم، يعني بناتي مالهمش غيري. بعد فتره اشرف انا عايزه اقول حاجه. قلت له قول يا اشرف. اشرف بص لي، انا من فتره طويله جيت مصر علشان مشاريعي كلها هنا، بس دلوقتي لازم اسافر سفريه شغل هطول فيها شويه. قلت بصدمه طيب وانا يا اشرف وجوازنا؟ قال لي معلش هنأجل شويه لكن مش هقعد كتير هناك. قلت بابتسامه ده مستقبلك يا اشرف، والتعليم والشغل بتاعك اهم من اي حاجه حاليا. بص ليا وابتسم وقال لي بقيتي قلوده قوي. بعد شويه رحنا البيت واشرف بدأ يلم كل حاجته ويجهز شنطته للسفر. في اليوم التاني جه اشرف وودعني انا واهلي وسافر. انا ركزت على المذاكره وبقيت اتعلم اكتر عن تخصصي، وكنت واخده بالي من البنات كويس. مر شهر بالكامل وانا ما اعرفش اي حاجه عن اشرف، ولا اتصل ولا كلمني خالص. قلقت عليه قوي. بابا كلم باباه علشان يطمن عليه.
بعد يومين رحت افتح الباب اشوف مين، لقيتها مامة اشرف وجايبالي كل حاجتي وبتقولي كل شيء اسمه ونصيب. اللي فهمته بعد كده ان هما اللي خلوا اشرف يسافر علشان يبعد عني، وهو ما قدرش يقاومهم وعلشان ما يخسرهمش وافق على طول، وكمان علشان ما يجرحنيش ما جاليش سيره اي حاجه قبل ما يسافر، وحب يسافر بهدوء. انا بصراحه عذرته وحسيت ان هو معاه حق، لان وقتها ما كنتش حبل ان يجي ويقول لي كده في وشي. حسيت ان الموضوع عادي بالنسبه لي، خاصه بعد ما شفت امه وعاشرتها شويه قد ايه هي ست صعبه وما كنتش هستحمل ان اتعامل معاها. وحسيت ان اشرف فعلا يستاهل كل خير وما ينفعش نزعل منه، واتجهت اكتر لمستقبلي ولمذاكرته ولبناتي. وحاليا انا لسه بكمل دراستي ومعايا بناتي اللي عندي بالدنيا وما فيها، وبتمنى من ربنا ان هم يطلعوا احسن مني بكتير، وان هم هدفي في الحياه، واني لازم اسعى وابقى قويه علشانهم. وان شاء الله انا اللي هبقى اهلهم وسندهم وظهرهم، وهبقى عزوتهم، وهبقى واقفه في ظهرهم وداعمه ليهم دايما زي ما اهلي كانوا بيعملوا معايا. وبتمنى من ربنا ان يوقف لهم كل ولاد الحياه.